النهاردة هنبدأ الفيديو بتاعنا بمناسبة المدارس، وهي حاجة بسيطة جدا، بس في الحقيقة بلاقي ناس كتير قوي ما بتاخدش بالها منها. فهنحط بس تحتها خط كده النهاردة في كل بيت وفي دماغ أطفالنا حاجات بسيطة كده نحطها في دماغهم علشان نعرفهم يعني ايه يحسوا بالآخرين. بصوا يا جماعة، دايما بنلاقي مشاكل على السندوتشات واللانش بوكس، وكل طفل بيبقى عايز ياخد احسن حاجة في اللانش بوكس بتاعه، وبيبقى دايما عايز يعني يتباهى كده قدام زمايله ان هو جايب احسن حاجة. وبلاقي امهات كتير بتسعى وبتعمل كل ما في وسعها علشان ما تحرمش ابنها من حاجة، وعلشان تبقى هي كده كويسة ومش حارمة ابنها من حاجة ولا مخليه عاوز حاجة. طيب انا هقولك حاجة بسيطة قوي، ان شاء الله يعني اتمنى ان انتوا تطبقوها. دلوقتي الظروف زي ما احنا عارفين صعبة جدا على الكل، ولو في أسرة قدرت تجيب لابنها أو بنتها سندوتشات كويسة، لأن الأطفال كلها يا جماعة بتطلب حاجات، ده مش في مدرسة، يعني ده بيطلبوها غدا. مثلا الابن اللي يقول عايز يا ماما برجر، عايز يا ماما ناجتس، عايز بانيه، عايز حاجات كتير جدا بيبقى نفسه فيها، فبيبقى عايز يحطها في اللانش بوكس عشان ياكلها في المدرسة. باقي الأمهات بتسعى لدوت وبتنفذ الايه اللي ابنها او بنتها بيطلبهم منها. انا عايزه اقولك ما تعمليش كده، لان لو انتي النهارده عملتي كده وزميله اللي جنبه حالته مثلا حالة باباه مش متيسرة، وشاف ابنك بياكل الناجتس او برجر او وات ايفر بقى اي حاجة انتي هتعمليها وتلبي طلب ابنك علشان انتي شايفة ان انتي ما بتحرميش ابنك من حاجة، ما فكرتيش في الطفل دوت هيروح لمامته وباباه يقول لهم ايه؟ يعني مفكرتيش في زميله ممكن يبصله ويقول انا نفسي في السندوتش ده، انا ليه ماما مدياني جبنه مثلا وهو ياكل بانيه او برجر؟ او عايزين يا جماعه نحط في دماغ ولادنا انا هعمل لك كل اللي انت عايزه، بس لما تيجي من المدرسه دوت هتيجي تلاقيني عامله لك على الغدا. ما ينفعش تاكل الاكل دوت قدام زمايلك في الفصل. هيقولك يا ماما هبقى اعزم عليه مثلا ولا ابقى اديله، ماشي انت هتعزم عليه وخلاص انت رضيته ويا عم وشكرا على احساسك اللي انت عزمت على صاحبك، بس لما هو يروح يطلب من باباه انا عايز الاكل اللي صاحبي كان بياكله النهارده، انت تفتكر ان باباه هيبقى معايا يجيب له الاكله اللي انت اكلتها النهارده؟ طبعا هيقول له انا ظروفي ما تسمحش يا حبيبي اللي انا اجيبه لك، وخد جبنه واسمع كلام ماما، ولا خد لانشون ولا خد حلاوه واسمع كلام ماما. وفي اصلا ناس كتير اصلا ما بتروحش بسندوتشات ولا لانش بوكس ولا مصروف، والله العظيم يا جماعه ما بيروحوش باي حاجه خالص، وبيقولوا ده هم ساعتين 3 وبقى تعالى اتغدى في البيت. في ناس ظروفها صعبه جدا، فيا ريت نراعي دوت، ويا ريت نحس ببعض، ويا ريت لو ابنك مش واخد باله من الحته ديت يا ريت انتي تبقي واخده بالك منها وتكلميه في الموضوع دوت وتقولي له لازم يبقى عندنا احساس بالاخرين، ما نبصش لنفسنا وبس، ما نبصش للي ابني عايزه او بنتي عايزاه وبس، لازم نحس بالزمايله اللي جنبه. وانتي كمان لازم يعني تحطي في دماغه ان مش برضك مش هو مش كل اللي عايزه تجيبهوله. يعني مثلا النهارده يقولك عايز برجر وانت معاكي فلوس تجيبي برجر، قولوا لا انا النهارده هنجيب كذا، علشان يا جماعه الاطفال بتتعود ان طلباتها اوامر، طلباتها مجابه، وده مش صح، لان الظروف يوم فوق ويوم تحت. لازم ابنك يحس بيكي، لازم ابنك يحس بظروفك، لازم يعرف ان يوم كده ويوم كده، مش كل طلباته اوامر، لان دوت بيخلق بعد كده طفل عندي، وطفل ما بيسمعش الكلام، وطفل عايز كل اوامره مجابة، وده احنا مش عايزين نطلعه في اطفالنا، وعايزين نعلمهم يمشي على قد ظروف مامته وباباه، وعايزين نعلمهم ان هم يراعوا زمايلهم اللي جنبهم، ما يبقوش انانيين وما يفكروش غير في نفسهم. وبرضو يا جماعة الفاكهة، يعني عايزة تدي لابنك اي فاكهة تديله طاقة او كده، يعني يا ريت ياكلها قبل ما ينزل من البيت،
مش شرط خالص ان هو لازم ياخد الطاقة في قلب الفصل. بص، هي حاجات بسيطة وممكن يكون فيديو ما يهمش ناس كتير قوي، بس معلش ممكن يلفت نظر امهات كتير ما كانتش بتاخد بالها من الحتة دي، لاني بلاقي امهات كتير قوي يا جماعة عاملين لانش بوكس بصراحة مستفز، وبعدين ريحة السندوتشات بتبقى مالية الفصل، والاطفال كلها انتوا عارفين بتبص لبعض. انت عارف لو الطفل دوت لسه واكل دلوقتي حالا، وانت فتحت حاجه مثلا كيس شيبس قدامه وهو لسه رامي كيس الشيبس بتاعه، هتلاقيه عايز ياكل شيبس من اللي انت ماسكه. هي دي سبحان الله، هي دي الاطفال، مش اللي هو بقى محروم او ما ترباش او قليل ادب، لا، دي بتبقى غريزه في الاطفال ان هم بيبقوا عايزين الحاجه اللي شايفينها مع اي طفل تاني قدامهم، وده طبيعي، وده محدش يقول لابنه انت مش متربي، انت قليل ادب، انت ازاي تبص لكيس الشيبس اللي مع صاحبك، انت مش لسه رامي كيس الشيبس بتاعك. دي طبيعه اطفال يا جماعه، ما نلومش الاطفال عليها، بس نقدر نحكم على نفسينا شويه وعلى اولادنا ان هم يراعوا زمايلهم، ويكون عندهم يعني احساس بالغير وما يكونوش انانيين. ودي هتبقى حاجة منهم لطيفة جدا، وبديهم سندوتشات طبيعية يا جماعة زي اي حد، يعني لانشو، جبنة، حلاوة، اي حاجة يعني تكون في متناول اي حد، ما يكونش يعني بتبقى اوفر. وإن شاء الله تبقى سنة دراسية سعيدة، لأن احنا بنعاني كأمهات دلوقتي والله العظيم من الأسعار، الشنط والملابس وطقم المدرسة. فبالنسبة للسندوتشات دي هتبقى بقى معانا طول السنة مكملة، فيا ريت نراعي بعض فيها شوية، والأمهات تراعي الأطفال اللي في الفصل، ويكون سنة دراسية علينا وعليهم. واستودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.